سر الابتسامة الدائمة شو هو؟ يا سيدي أنا بشوفك بقول ما عنده هموم. أتمنى أن تكون ما عندي هموم، ولكن الهموم هي، أنا عرفت يا مصطفى أن الإنسان، أحب أتكلم جدا مني ها؟ الإنسان طال عمرك عبارة عن 3 أجزاء، وهذا تعلمته من أكثر من دكتور في هذا الجانب، على رأسهم طبعا دكتور صلاح الراشد. الإنسان 3 أجزاء، 1 بدنه وجسمه، هذا الجزء أو الجسم المادي، هذا يحتاج إلى متطلبات معينة من تمرين، من أكل، من نوم، من استعداد عشان تكون جاهز ومرن. الجانب الثاني الجانب النفسي، فيه لازم هذا الجانب يتغذى ويكون يعرف نفسه من وين، هل هو من النفس المطمئنة ولا من النفس اللوامة ولا من النفس على سبيل المثال الأمارة بالسوء وغيرها من النقل الراضية أو المرضية، ويعرف شو دورهن هذيله وين موقعه. وآخر جانب وهو الروحي، عشان يكون في تصالح وفي تصافي بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه وبين خالقه، ففي عباداته متزن، في جسمه منضبط، وفي كذلك نفسيته يعرف نفسه. أول مرة أسمعك تحكي جد، بس صحيح؟ حكيت متوازن جدا. جزاك الله خير، جزاك الله خير، شكرا. فمن هذا الجانب حبيبي حفظت نفسي، وعرفت من خلال الدكاترة ومن خلال معلوماتهم الجيدة اللي توصلني أن الفرح والحزن والأناسة والانبساط من داخلك، ما بالناس تجيب لك من برا، أنك أنت تطلع اللي عندك المادة، واللي باجين مرايه ما يشوفون، يعيبهم ما يعيبهم المسألة راجع لهم، يحبون ما يحبونها مسألة أذواق، يرضون ما يرضون هاي مسألة هواهم، أما أنت الكيان اللي الله خلقك وفصلك. يا أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. في ناس وايدين يبون يخربون، يبون يحدونك. إن وجدت الأناسة في نفسك انطلق في ثيرك. وأنا الحين من ضمن الناس اللي قدام اللي يتكلمون عني وراي. بالفعل أنا قدام أخاف أسوي عمل وأطرحه وهم يناقشون عملي، هم ياخذون فترة لين يوصلون عملي، يكون أنا انطلقت إلى مثير ثاني، وفاجئهم أبهرهم بأشياء أحيانا يستوعبون، أحيانا ما تعيبهم، أحيانا يستفزون، أحيانا ما يبوني تقليدي ماشي مثل البنغوين، مع بعض قطيع، نمشي مع بعض، نمثل بعض، نسوي شكل مع. إن خرجت عن القاعدة قالوا شوف هذا خرج عن القاعدة، ويزعلون ويرضون. أما أنا أخذت هذه القواعد كلها وخليتها صوب وتمت أمشي في طريقي، حافظ ديني وربي الحمد لله، وحافظ مجتمعي، وحافظ نفسي، أخلاقي وآدابي وعلمي وثقافتي، وأمشي في الشارع. يعيبني اللي عيبه أهلا وسهلا، اللي ما عيبه باي. يا حقيقة أنا يعني صرت مستضيف تقريبا حوالي 40 ضيف، من أجمل ما سمعت فعلا. هلا أنا اليوم مثلا عم بقدم بس ماني مرتاح.